الواحدة. صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه في تمام 1:12 من فجر هذا اليوم الجمعة الموافق ل19 من الشهر التاسع من عام 1437 للهجرة، باشرت الجهات الأمنية بلاغا تلقته عن إقدام الشقيقين التوأمين خالد وصالح أبناء إبراهيم بن علي العريني من مواليد عام 1417 للهجرة، وفي عمل إرهابي تقشعر منه الأبدان على طعن كل من والدتهما البالغة من العمر 67 عاما ووالدهما البالغ من العمر 73 عاما وشقيقهما سليمان البالغ من العمر 22 عاما بمنزلهم بحي الحمراء بمدينة الرياض، مما نتج عنه مقتل الأم رحمها الله وإصابة الأب وشقيقهما بإصابات خطرة نقل على إثرها في حالة حرجة للمستشفى. وقد اتضح للجهات الأمنية من مباشرتها لهذه الجريمة النكراء أن الجانيين قاما باستدراج والدتهما إلى غرفة المخزن ووجه لها عدة طعنات غادرة أدت إلى مقتلها رحمها الله، ليتوجه بعدها إلى والدهما ومباغتته بعدة طعنات، ثم اللحاق بشقيقهما سليمان وطعنه عدة طعنات، مستخدمين في تنفيذ جريمتهما ساطورا وسكاكين حادة جلبوها من خارج المنزل والتي ضبطت بمسرح الجريمة، ثم غادر المنزل حيث قام بالاستيلاء على سيارة من أحد المقيمين بالقوة والهرب عليها. وبحمد الله وتوفيقه تمكنت الجهات الأمنية مع فجر هذا اليوم الجمعة من إلقاء القبض عليهما في مركز الدلم بمحافظة الخرج، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات هذه الجريمة الشنعاء التي تجرد فيها الجانيان من كل معاني الإنسانية وانتهك بموجبها عظم حقوق والديهما التي أوجبها الله، ولم يرحما كبر سنهما ولا شيبتهما. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كما تجري متابعة حالة المصابين، شفاهما الله أولا بأول، والله الهادي إلى سواء السبيل.